مش عارفه اعمل ايه. الحقيقه ان انا بعد ما قريت الرساله دي كان نفسي امسكها من رقبتها، بس قلت يا بنت معلش كلميها بالراحه. قلت لها الحقيقه انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا جدا لازم تاخدي بالك منها، ابعد من اللبس ومن الهدوم وكل الهرس ده يا حبيبتي. دلوقتي انت محتاجه تعرفي وتفهمي كويس قوي انت عايشه مع مين اصلا، وهتعرفي تكملي ولا لا، لان واضح انك مصدومه والقصه لسه مش مفهومه بالنسبه لك. انت حاليا عايشه مع راجل متاثر ببيئه حرمته من الاحتفال والفرحه، اللي هو عدو الفرحه اللي بنتكلم عنه. الراجل ده واضح جدا انه اتربى في بيئه صعبه فيها كتم للمشاعر والاحتياجات، كل حاجه مرفوضه بالنسبه له. الفرحه مجرد طرف وحاجه زياده وتفاهه. اي حد في عرفه يطلب اي حاجه بسيطه لنفسه يبقى اناني ومش بيحس باللي حواليه، وكمان مش حاسس بالنعمه اللي هو فيه. الفرحه عنده ترجمتها مشوهه، فرحه يعني دلع، احتياج يعني جشع، طلب يعني تهديد للاستقرار. الراجل ده بيستخدم العنف النفسي كوسيله دفاعيه، وده لما رفض طلباته وصفها بانها تفاهه. حبيبتي ده مش بس رفض، ده نوع من انواع العنف العاطفي او اللي بيسموه العنف